تأملات رمضانية، برنامج خلال شهر رمضان المبارك ليكون لكم دليلا في رحلة روحانية للتقرب إلى الله. أتى رمضان للأكوان بشرى، فطوبى إن صبرنا اليوم أجرا، فهيا ننفض الأحزان هيا، ونبدي رغم هذا الكرب بشرى. أتى رمضان للأكوان بشرى. عيادة المريض في رمضان تحمل فضلا كبيرا وأجرا عظيما. في هذا الشهر المبارك تضاعف الحسنات وتزداد البركات، ويصبح العمل الصالح أكثر تأثيرا وأجرا. عيادة المريض تعتبر من الأعمال التي تحث عليها الشريعة الإسلامية، هي تعبير عن الرحمة والتعاطف والتكافل الاجتماعي. عندما يزور المسلم مريضا فإنه يخفف عنه الألم ويشعره بالاهتمام والمحبة، مما يساهم في رفع معنوياته وتحسين حالته النفسية. في رمضان تتجلى روح التعاون والمودة بين المسلمين، وتصبح زيارة المريض فرصة لتعزيز هذه الروابط. كما أن الدعاء للمريض والاهتمام به يعكس قيم الإسلام النبيلة ويعزز من روح الإخاء والمحبة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود. هذا الحديث الشريف يبين عظم الأجر الذي يناله المسلم عند زيارة المريض، حيث يكون في نعيم الجنة حتى يعود. لذا فإن عيادة المريض ليست فقط عملا صالحا، بل هي فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر المحبة والرحمة بين الناس، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط.